ازاي فوطه تيجي على وشك وتروح على وشه وتنزل؟ مش هينفع. اخواتي وحبايب قلبي طلاب الجامعات، في نقطه كده حابب اسير فيها الجدل شويه. عمر احمد بيقول لك ايه؟ بيقول لك حمام السكن بتاعكم هينقل لكم احلى امراض في الدنيا لو ما عملتوش اللي انا هقول لك عليه في الفيديو ده. اول حاجه حبيب قلبي، مفيش اقذر من حمامات السكن، 90% منها حاجه اخر قرف. ده في حاله ان انت ساكن في شقه بره. ايوه انا ما دخلتش الحمام بتاعكم بس انا عارف بقول ايه كويس. بالنسبه للمدينه الجامعيه اكتر حاجه راحه فيها ان في ناس بتخش تنظف كل يوم، فالدنيا بتبقى احسن حاجه. حمامات السكن في الشقق بره عليا النعمه، في ناس ما بتنظفها الترم كله، بيستحموا بصابونه واحده، ليفه واحده، فوطه واحده بينشفوا فيها. حاجه ما شاء الله منتهى الجراثيم اللي في الدنيا دي كلها. لا ركز معايا كده في الكلمتين دول علشان مهمين، عشان ما ترجعش بس لبيتك بمرض. الله يبارك لك، في اسره هناك مستنياك، ما ترجع لهمش بقرف. يعني ايه يعني تغسلوا وشوشكوا كلها بصابونه واحده؟ يعني ايه ليفه واحده تستحموا بيها؟ ازاي فوطه تيجي على وشك وتروح على وشه وتنزل؟ مش هينفع. مش هينفع. فبعد اذنكم يا جماعه ناخد بالنا من الحوار ده وتقفل على ادواتك الشخصيه، لان في ناس بتستعمل ادواتك الشخصيه وانت مش عارف. ممكن ينشف بالفوطه بتاعتك، الله اعلم نشف ايه. استخدم صابونتك، اهتم بنفسك شويه، تظبط يوم في الاسبوع الجميل لتنظيف الحمام، 2 مع بعض ينظفوه كل اسبوع ايا يكن. انما القذاره اللي بتحصل دي مش هتنفع، لان التلات ارباع شقق الطلبه اللي ساكنين بره حماماتهم حاجه اخر قرف. لا تعليق. الشباشب ما تتلبسش من رجل لرجل، ما تضمنش ايه اللي بيحصل. الحوارات دي يا جماعه والله ما تستهونوش بيها. تاخد بالك من التفاصيل الصغيره دي عشان الناس مش بتركز، وفي الاخر تلاقي نفسك الامراض الجلديه والنفسيه والعصبيه. فمش هينفع. خلوا المكان بتاعكم كده نظيف وريحته حلوه دايما، زيه زي البيت بتاعكم بالظبط. اللي انت مش هتعمله في البيت عندك ما تعملوش بره. وفي نقطه برضو، مش كل حاجه ينفع يستخدمها زمايلك وده صاحبي واثق فيه. مفيش الكلام ده حبيبي، الحاجات دي ما تنفعش، عيب وغلط وامراض. نركز شويه. فايتك كتير لو ما شفتش بقى السلسله بتاعت حياتك الجامعيه عموما، واستخدام ادوات الاي اي في مساعدتك على المذاكره، ولو انت بتحضر ماجستير برضه. يلا قوم اعمل الجدول بتاع الحمام وشوف مين اللي عليه التنظيف. يلا اشوفكم فيديو جديد. سلام.